بص يا صديقي، الجولة الجاية دي جولة مهمة جدا. ليه بقى؟ الجولة اللي فاتت طبعا احنا كلنا أسهم حمراء، مفيش حد تقريبا جاب فينا أسهم خضراء. فمينفعش جولتين ورا بعض نجيب أسهم حمراء، كده هيبقى الوضع صعب جدا. كده هتلاقي الرجالة بيمسحوا الفانتازي وبينزلوا مثلا لعبة بيتزا. فعلشان كده عايزين نركز كويس جدا للجولة الجاية، نكابتن صح، نعمل التبديل بتاعنا نعمله صح. ولو انت بتعمل الوايلد كارد برضو ان انت تختار كل اللعيبه اللي متوقع ان هم يتالقوا للفترات الجايه، مش لجوله واحده بس اللي احنا هنتكلم عنهم في الحلقه دي النهارده ان شاء الله. فعلشان كده ركز معايا كويس جدا في الحلقه النهارده، علشان باذن الله نجيب اسهم خضراء بقى الجوله الجايه بقى، ونطلع بقى نزقطط. احنا نسينا الاسهم الخضراء والله يا فانتازي. وطبعا قبل اي حاجه، لو انت لسه اول مره بتتفرج عليا، فانا مروان رفعت ودي قناتك سياح وفانسي. اتمنى انك تعمل لي لايك واشتراك في القناه، علشان ده حقيقي بيساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. قبل ما نبتدي في الحلقه، بس عايزك دلوقتي تنزل حالا في الكومنتات وتقول لي مين نجم الجوله من وجهه نظرك للجوله الجايه، علشان حرفيا مفيش حد بيتوقع صح. كل الجولات اللي فاتت مفيش حد توقع صح. نفسي حد يتوقع صح واطلع اسمه كده جنبي، وان انا اقول ده توقع صح نجم الجوله الجايه. انا هبقى اشارك معاكم وهبقى اطلع اسم الحلقه الجايه لو قلت صح، وهو نجم الجوله من وجهه نظري الجوله الجايه هو ادوارد. طيب تعالى بقى كده نقسم الحلقه بتاعتنا النهارده. نتكلم الاول عن توقعات الماتشات سريعا، ماتش وايه افضل لعيبه من كل فرقه، وبعد كده نتكلم على اهم اللعيبه الديفرنشال. واحنا برضو بنتكلم عن توقعات الماتشات هنتكلم برضو عن لعيبه الديفرنشال، وهنيجي نلخصهم بقى ايه هم اهم اللعيبه الديفرنشال. احنا مش عايزين نجيب اللعيبه التمبلت اللي مع كل الناس، ده الحل الوحيد ان احنا نرفع في الترتيب. غير كده هتلاقيك ثابت زي ما انت، زي ما خطفنا ستيرلينج، زي ما خطفنا سون قبل ما يبقى مع كل الناس. لما عملوا لنا حاجه زدنا جامد في الترتيب وعلينا، وكانت الدنيا جميله معانا. ونتكلم عن فقره الكابتنه، كابتن هالاند ولا نفكر في كابتن تاني غير هالاند. وبعد كده هوريك تشكيلتي ان انا لسه ما استقرتش عليها بنسبه 100% التبديل اللي انا هعمله، بس هفكر معاك يعني بصوت عالي كده ونشوف افكار لتشكيلتي. ونشوف في نهايه الحلقه الفقره الثابته بتاعتنا في كل جوله ايه هم افضل 11 لعيب من وجهه نظري للجوله الجايه، ودول بقارن ما بينهم وما بين تشكيله السكاوت بتاع الموقع الرسمي بتاع الفانتازي في حلقه الملخص باذن الله. ونشوف مين اللي جاب اعلى، تشكيلتي انا ولا تشكيله السكاوت بتاع الموقع الرسمي. طيب تعالى كده الاول نتكلم عن توقعات الماتشات. الجوله هتبتدي معانا باذن الله يوم السبت الساعه 5، وده كويس جدا وفي صالحنا. ليه بقى؟ ان هتلاقي الماتشات بتاعت الساعه 5 ومن ضمنهم ماتش السيتي هيحصل لهم تسريبات، هنعرف من قبلها باذن الله، ونشوف مين اللعيبه اللي بتلعب اساسي في السيتي. حد مثلا زي الفاريز نشوف ان هو هيكون اساسي، دكه فودن، دوكو، ده هتعمل ترانسفير على طول قبل ما الديدلاين يقفل. واول ماتش معانا في الجوله كريستال بالاس وفولهام. ببساطه كده احنا هنتكلم عن كريستال بالاس اكتر، لان فولهام ما فيهاش اي حد ان احنا نجيبه، بالعكس ده احنا دي نتارجتها ان احنا نجيب من قدامهم اللعيبه اللي بيلعبوا قدامهم، لان دفاع فولهام وحش جدا جدا. لعيبه كريستال بالاس تقريبا كلهم ديفرنشال، ما فيهمش حد نسبه ملكيته عاليه، وعندهم الماتشات الجايه كويسه مش وحشه. من ضمنهم ماتش فولهام، بعدها اليونايتد قوي، بعدها نوتنجهام على ملعبهم. وكريستال بالاس زي ما كلنا شفناها عكس السيزون اللي فات كويسين جدا جدا على ملعبهم وخارج ملعبهم. ايه هم اهم اللعيبه في كريستال بالاس؟ ايزي طبعا رقم واحد لحد دلوقتي، ايزي لسه اختيار ديفرنشال. وطبعا انت هتقولي ممكن ايزي لسه ما بيجيبش نقط كتير وكل حاجه، حرفيا انت لو بتتفرج على الماتشات بتاعت كريستال بالاس او حتى لو بتشوف الهايلايتس بتاعت الماتشات بتاعتهم، لسه خطورته ما ترجمتش للنقط. حرفيا بيعمل كل حاجه مع كريستال بالاس، بيشوط وبيعمل اسيستات وبيلعب الركنيات ومعاه ضربات الجزاء، هو مصدر خطوره طبعا في كريستال بالاس. رقم اتنين معانا هو ادوارد، طبعا من غير كلام. ادوارد حرفيا ارقامه في الماتش كويسه جدا، ده غير ان هو فعلا لو انت بتتفرج بعيد عن الارقام برده هو خطير جدا برده على المرمى مع ايزي، بيشوط كتير جدا على المرمى، بيعمل كل حاجه برده هو ايزي. ورقم ثلاثة في كريستال بالاس، الناس اللي بيلعبوا الفانتازي من سيزونين او حاجه عارفين كويس جدا هو ميتشل. ميتشل كان نازل من سيزونين كده ولا حاجه، كان تقريبا سعره ب 4 مليون بس، وكان بيلعب اساسي وكان باك شمال وبيطير. دلوقتي هو برده كويس جدا، وكمان كريستال بالاس اتحسنت في الدفاع وهو بيزيد جدا دلوقتي في الهجوم، 4.5 مليون بس في الدفاع بدل اندرسون. فانا ماتش زي ده شايفه ان هو يطلع 3-0 او 4-0 كريستال بالاس، وان ايزي وادوارد يتالقوا في الماتش ده. ونخش الماتش اللي بعده، حرفيا ما حدش مهتم بالماتش ده، ولفرهامبتون ولوتون. باختصار جدا هو لوتون اللي انت ممكن تفكر فيها في موريس، غير كده ما تفكرش لا في لفرهامبتون ولا تفكر في لوتون ان انت تجيب منهم اي حد تاني. موريس انت ممكن تجيبه الجوله دي لسببين، ان هو هيلاعب ولفرهامبتون على ارض لوتون، وبعد الجوله دي عنده دبل قدام ايفرتون وبيرنلي. فانا شايف ان برده موريس اختار ديفرنشال كويس جدا ومع 2% بس. ولفرهامبتون زي ما قلنا لا تجيب منها حد من الهجوم ولا حد من الدفاع. وماتش زي ده انا شايف ان الفرقتين هيضيع منهم الكلين شيت سهل جدا، وشايف برضو ان هيخلص فيه اجوان كتير، زي مثلا 2-2 تعادل ايجابي، او ان لوتون هتكسب بس برضو هيبقى باهداف كتير.
ونيجي بقى للماتش اللي بعده السيتي ونوتنجهام. طبعا الكلام هنا كله على السيتي. طبعا من غير كلام احنا مش محتاجين نتكلم على هالاند خالص. ايه بقى الاختيارات التانية غير هالاند؟ طبعا من غير كلام الفاريز برضو مش محتاجين نتكلم عنه زي هالاند، وحرفيا السنه دي لا يقل قيمه عن هالاند في الهجوم بتاع السيتي، بل بالعكس ان هو اصلا السيزون ده تلاقيه تحس ان هو في الهجوم مؤثر اكتر كمان من هالاند. واحنا زي ما كلنا شايفين كل ماتش بيلعب 90 دقيقه، وحرفيا جوارديولا ما بيخرجوش خالص، وكل ماتش بيطلع يتكلم عنه احسن الكلام وكل حاجه. لكن حط في بالك كويس جدا ان هيحصل في ماتشات روتيشن عادي جدا، ان الفاريز محتاج يريح. يعني مثلا قبل الماتش الارسنال هيحتاج ان هو يريحه، ما هو بيلعب في الابطال بيلعب في الدوري، الراجل مش مكنه، الراجل محتاج ان هو يريح برده. فممكن تلاقيه مثلا بيريحه مثلا في ماتش ولفرهامبتون عادي جدا، ممكن مثلا تلاقيه بيريحه في ماتش نوتنجهام. دي ما توقعهاش شويه، بس برضو عادي ان انت توقعها برضو عادي. لكن حتى لو الفاريز قاعد على الدكه هينزل وهيبقى خطير وممكن يسجل لك عادي جدا برضو، وهو حتى على الدكه. حتى لو ما نزلش هينزل لك لعيب على الدكه كويس ان هو يجيب لك برضو نقط. وانا من رايي تبعد عن خط النص بتاع السيتي وتبعد عن خط الدفاع بالحارس الثلاجه بتاعهم ده. ليه بقى؟ دوكو هيبقى اختيار كويس جدا بالذات للماتش الجاي، واختيار ديفرنشال، بس توقع ان الماتش الجاي ممكن تلاقيه دكه برضو عادي. بس دي للناس بقى اللي قلبهم جامد جدا هيروحوا يجيبوا لعيب ديفرنشال، وهيبقى 50 50 50 ان هو اساسي و50 ان هو دكه. بس لو اساسي قدام نوتنجهام وتوقع جدا ان هو ينفجر، لو دكه فما تزعلش بقى ان هو هيكون اختيار ديفرنشال. وانا شايف لو انت لسه معاك فودن ومعاك حد كمان من الدفاع من السيتي، انت كده مش قادر ان انت تجيب الفاريز، فطبعا تروح تبيع فودن وتجيب حد مكانه وتجيب في الهجوم الفاريز. خط الدفاع بقى بتاع السيتي حرفيا بقى بالنسبه لنا زي الهجوم، كل ماتش هتلاقيه بيلعب لك ماتش باكي، ماتش بجافارديول، ماتش باكانجي، ما تضمنش ان انت مين فيهم هيلعب اساسي خالص. بالنسبه بقى لحارس المرمى اللي هو الثلاجه ايدرسون، ماشي ايدرسون احنا ضامنين ان هو هيبقى اساسي وكل حاجه، بس حرفيا السيتي الكوره اللي بتطرح عليهم بس بتخش فيهم جون، زي ما كلنا شفنا الماتش اللي فات في دوري الابطال قدام نجم الاحمر، كوره بس اتراحت عليهم شاطوا شوطه واحده بس جابوها جول. ماتش وست هام نفس الكلام، كل الماتشات اللي السيتي بيضيع منها كلين شيت بيتراح عليهم بالكوره بس، والكوره اللي بيتراح عليها الوحيده وهما بيخش فيهم جول. وغير كده ان حرفيا ايدرسون ما بيتراحش عليه بكور خالص، فاستحاله هيعمل لك سيفز خالص. فتجنبا لوجع الدماغ ده كله ابعد عن الدفاع بتاعهم بالحارس. ولو انت معاك عوني وفي حد عندك على الدكه ماتشه احسن شويه لعبه، لو ما معكش حد على الدكه فلاعب عوني ممكن برضو ان هو يجيب له جون من بيلين، زي ما احنا قلنا ان الكره اللي بتروح على السيتي بتخش جون على طول. بالنسبه لتوقع الماتش انا شايف ان السيتي تقدر تسجل بسهوله 3 و4 تجوان، وشايف برضو ان ممكن يطلعوا بكلين شيت، بس بصراحه ما بعرفش اثق في ايدرسون ده خالص. طيب نخش بقى الماتش اللي بعده برينتفورد وايفرتون. لو انت معاك مبرومو ولسه ما بعتوش، فانا مش عارف بصراحه ليه الناس بيبيعوا مبرومو. انا عارف ان الماتش اللي فات كانوا سيئين جدا قدام نيوكاسل وكل حاجه، بس انت عارف طريقه نيوكاسل الدفاع بتاعها عامل ازاي. انت لو لسه معاك مبرومو ما تبيعوش، عنده الماتشات اللي جايه برده مش صعبه، من ضمنهم ماتش ايفرتون ده كويس جدا وعلى ملعبه. بس بقى انا شايف لو انت لسه معاك ويسا فبيعه، ولو انت ما معكش الفاريز فطبعا تروح تجيب الفاريز، او حتى لو معاك الفاريز ومعاك ويسا برده تبيع ويسا، ممكن تجيب مثلا مكانه ادوارد، تجيب مكانه موريس من اللي احنا اتكلمنا عنهم، ممكن تجيب مكانه حد برده في الهجوم لسه هنتكلم عنه. وبالنسبه للدفاع طبعا للاسف ان ريكو هنري زي ما كلنا عرفنا ان هو هيتصاب وهيفضل لحد اخر الموسم ما بيلعبش، وانت برده لو معاك هنري ممكن تبيعه وهنتكلم على الاختيارات لافضل مكان. وبالنسبه لايفرتون لو انت لسه معاك بيكفورد فبصراحه الله يكون في عونك، حرفيا الواد ده يجيب نقطه للواحد. فانت لو معاك بيكفورد ما تلعبوش خالص، لو معاك حارس بديل مكانه بيلعب اساسي لعبه لحد بس ما تعمل ويلد جارد، او لحد يبقى معاك بس تبديله رفاهيه انك تغير الحارس يعني. وبالنسبه للدفاع والهجوم بتاع ايفرتون فانسان خالص. وماتش زي ده انا شايف ان كلين شيت لبرينتفورد، وشايف ان الماتش ممكن يخلص 2-0 او حاجه لبرينتفورد. نيجي بقى لليونايتد وبيرنلي، وانا بصور على الحلقه دي بتفرج على ماتش اليونايتد وبايرن ميونخ، خلص الشوط الاول 2-0 للبايرن. فبصراحه الدفاع بتاع اليونايتد سيء جدا جدا، والهجوم ما لهمش اي ملامح. انا ما اعرفش ايه اللي حصل لهم. انا مش عارف ماتش زي ده هيأثر على اختياراتنا الهجوميه منهم ولا لا، بصراحه ان هما الفرقه تتأثر معنويا اكتر. بس بصراحه انا قبل الماتش فانا كنت طالع اكلمك عن ممكن اختيار ديفرنشال كويس جدا ان هو هويلاند المهاجم بتاعهم. وطبعا من غير كلام راشفورد، لو انت معاك الاثنين راشفورد وبرونو انا شايف ان انت تبيع برونو وهو يبقى راشفورد بس. برونو الماتش اللي فات قدام برايتون حرفيا كان ناقص يلعب قلب دفاع، كان بيلعب متاخر ورا جامد جامد. علشان كده لو انت عايز تجيب اختيارات هجوميه من اليونايتد راشفورد وهويلاند، ممكن تجيب الاثنين مع بعض، وهويلاند ده هيبقى اختيار ديفرنشال كويس جدا برده للجولات الجايه.
الدفاع بتاع اليونايتد ابعد عنه خالص، لا تقول لي بقى اونانا ولا تقول لي ريجلون عشان سعره رخيص والماتشات عندهم سهله، وبرده تبعد عن بيرنلي خالص. ما عندهمش كده حد كده ان انت تبص عليه كده وتقول ممكن اللعيب ده يتالق الفتره الجايه، لان هم تعبانين خالص هجوم ودفاع. فماتش زي ده الطبيعي والمفروض ان اليونايتد تكسب، بس مش الطبيعي ان الكلين شيت بتاعهم هيحافظوا عليه. فانت بتستبعدش ان بيرني تكسب الماتش ده عادي جدا. انا شايف ان الماتش ده بصراحه ممكن يخلص 2-2، لان برضو حط في اعتبارك ان بالنسبه للكومباني مع بيرني ان الماتشات الجايه بالنسبه له هتبقى حياه او موت. بقى في كلام عندهم من الاداره ومن الجمهور ان هم بيطالبوا باقاله كومباني وان اللعيبه حباه ومش عايزينه يمشي، فهم هيموتوا نفسهم الماتشات الجايه علشان ما يمشوش كومباني. ونيجي بقى للماتش اللي بعده، ماتش القمه توتنهام والارسنال. عارفين الماتش ده بعيدا عن الفانتازي ماتش هيبقى متعه جدا، يعني ماتش كده تقعد تتفرج عليه وانت كده متكيف. تعالى الاول نتكلم على توتنهام. لو انت معاك سون وماديسون او حتى لو ماديسون بس، لعبوا الماتش ده عادي جدا. الدفاع بتاع الارسنال على ملعبها اوحش بره ملعبها، ولو انت معاك حد من الدفاع بتاع توتنهام ودوجي او بيدرو بورو، لو عندك حد على الدكه احسن لعبوا. ان توتنهام اصلا بغض النظر عن الارسنال دفاعها مش احسن حاجه، بس احنا بنجيب الباكات بتاعتهم ان هم بيعملوا اسيستات. ما عندكش سيبه، ممكن برضو دوجي او بيدرو بورو يخطفوا لنا اسيست او حاجه. بالنسبه بقى للارسنال طبعا احنا كلنا معانا ساكا، واوعى تتجنن وتقول ان هو ماتش توتنهام وصعب وتعادوا دكه. وانت لو لسه معاك مارتينيلي واديته فرصه الماتش اللي فات وقلت بقى ان هو قدام ايفرتون وبتاع، خلاص كفايه قوي قوي عليه بقى. ممكن الاختيار الديفرنشال كويس جدا نلحق نجيبه قبل ما يبقى نسبه ملكيته عاليه، هو خيسوس. وانا خيسوس السيزون اللي فات كان عندي مشكله معاه ان هو كان بيسقط كتير، مش علشان هو اللي بيعمل كده، هو طريقه ارتيتا كان بتخليه ان هو يسقط كتير. وكلنا شفنا ان السيزون ده ارتيتا في الطريقه الجديده بتاعته ما بيخليش المهاجم يسقط زي الاول زي السيزون اللي فات، فالمهاجم دايما بتلاقيه في البوكس جوه. فانا ماتش زي ده شايف ان الارسنال ان شاء الله هتكسب، عشان طبعا انا بشجع الارسنال، بس شايف ان كلين شيت هيبقى صعب جدا للارسنال. شايف ان الماتش ده ممكن يخلص 4-2 3-2. ونيجي بقى للماتش اللي بعده، برايتون وبورنموث. بورنموث لا تجيب منها حد في الهجوم ولا حد في الدفاع ولا حتى سولانكي، في اختيارات كتير احسن من سولانكي في الهجوم. بالنسبه بقى لبرايتون ونيجي بقى لعم تيزيربي عم جوارديولا نمبر 2، المفروض ان استوبينيان يلعب الماتش الجاي، خلاص انت ريحته الماتش اللي فات. بس انا بصراحه متخوف من النقطه دي. اذا كان استوبينيان قاعده قدام اليونايتد على ملعب اليونايتد، وعندهم يوم الخميس يوروبا ليج والمجموعه بتاعتهم صعبه جدا وهيلعبوا في الدوري يوم الاحد، وعندهم يوم الاحد مين؟ بورنموث. قعدوا قدام اليونايتد، مش هيقعدوا قدام بورنموث عشان يريحوا عشان لسه ملعبوا في اليوروبا ليج يوم الخميس. مش بقول لك معنى كده ان هو هيكون قاعد دكه، انا مش معايا ستوبينيان لعبه اساسي، بس ما تتفاجئش قوي يعني اللي هو هيكون قاعد على الدكه. وبرده بسبب استوبينيا ركز في الترتيب بتاعك على الدكه، عشان انا بشوف ناس كتار ما بيهتموش بالدكه بالترتيب بتاعهم وبيلعبوا الاساسي بس، وخلي اول واحد على الدكه هو احسن واحد عندك في الدكه. وبرده نفس الكلام بتاع استوبينيا، نفس الكلام هنا على ميتوما ونفس الكلام هنا على مارش. انا بصراحه بقيت متخوف جدا من الهجوم بتاع برايتون ومن الدفاع، مخلينا ديزيربي مش قادرين نجيب من عندهم حد، مع اننا نفسنا. هما في الهجوم ارقامهم اصلا اخطر من السيتي، وبالدفاع هم دفاعهم طبعا مش احسن حاجه خالص، لكن استوبينيان هو حرفيا بيلعب جناح ما بيلعبش باك خالص. فماتش زي ده طبعا من غير كلام انا شايف هتبقى حفله لبرايتون 4-5 كده اقل حاجه. وبرده شايف ان بورنموث تقدر تسجل عادي. الدفاع بتاع برايتون بصراحه ما تقدرش ان انت تثق فيهم في اي ماتش. ونيجي بقى للفريق الفاضي تشيلسي واستون فيلا. وهنا بقى ساسكت قليلا. هنتكلم الاول عن تشيلسي. لو انت لسه معاك جاكسون وعايز تديله فرصه للجوله الجايه فاقفل الفيديو احسن. فجاكسون من غير كلام بيعه. بالنسبه بقى لتشيلويل، انا شايف برضو ان هو زي جاكسون، خلاص كفايه قوي على تشيلويل كده. حتى كمان لما هو بيلعب وينج انا دي بالنسبه لي ان هو يلعب باك احسن. لما هو بيلعب وينج هو بيبقى متأيد، هو دايما خطوره تشيلويل ان هو بيبقى جاي من ورا يرفع الكروس على طول، انما هو مرمي على الجناح لا بيعرف يقطم ولا بيعرف طبعا يشوط، وبيعمل كروس وهو مقفول عليه. بالنسبه لستيرلينج، لو انت بتعمل وايلد كارد فتمام بيعه، لو انت ما بتعملش وايلد كارد انا شايف ان في تبديلات اولويه من ستيرلينج. تشيلسي عندهم الثلاث ماتشات الجايين بالنسبه كهجوميا مش اصعب حاجه. بالنسبه بقى لاستون فيلا، لو انت معاك اي حد من استون فيلا لعبه، كاش، واتكنز، ديابي، لعبهم. استون فيلا عندهم الجدول بتاعهم الفتره الجايه هيبقى سهل جدا جدا، حتى كمان بما فيهم ماتش تشيلسي، وعندهم الماتش اللي بعده برايتون على ملعبهم. برده كهجوميا استون فيلا تقدر ان هي تسجل وبسهوله جدا كمان. وماتش زي ده انا شايف ان كلين شيت هيروح من فريقين، ممكن يخلص تعادل ايجابي 2-2 او حاجه، او ممكن استون فيلا تكسب 3-1. ونيجي بقى للماتش اللي بعده، ليفربول وويست هام. بالنسبه لليفربول خير الكلام ما قل ودل، محمد صلاح مفيش غير محمد صلاح. لا تقول لي بقى لويس دياز ولا نونيز
ولا يوتا ولا الناس دي. حتى لو الناس التانية اللي احنا اتكلمنا عنهم دول ضامنين ان هم يكونوا اساسي مع محمد صلاح، فبرضه محمد صلاح هو مصدر الخطوره من ليفربول. وحتى كمان مش لازم تصبر وتجيبه من الجوله التاسعه عشان ماتشات ليفربول هتبقى احلى كمان من الجوله التاسعه. لا، هي الماتشات دلوقتي مش صعبه بالنسبه لليفربول كهجوميا مش دفاعيا. بالنسبه للدفاع بتاع ليفربول فبلاش برضه زيهم كده زي السيتي. بالنسبه بقى لوست هام، لو انت لسه معاك بوين او لسه معاك وورد براوس ممكن تلعبوا الجوله دي برضه عادي. فوست هام تقدر ان هي من الهجمات المرتده تسجلها. فماتش زي ده انا شايف ان هو مش هيكون سهل قوي ليفربول، فشايف ان هو ممكن يخلص فرق واحد ليفربول 2-1 او حاجه، او 3-1 بالعافيه. بالنسبه بقى لنيوكاسل شيفيلد ما تجيبش من عندهم حد خالص، الا لو عايز تجيب اشهر من عندهم كهجوم ب4.5، ده يكون مهاجم عندك تالت تسيبه كده على الدكه. بالنسبه بقى لنيوكاسل، عشان انا شايف هنا ان كل الكلام عن نيوكاسل الفتره دي، نيوكاسل عندهم دوري ابطال ومجموعه صعبه جدا. كلنا شفنا قدام ماتش ميلان قعد ويلسون ولعب ايزاك ونزل ويلسون وبقى يلعبوا الاثنين مع بعض. مش معنى كده ان ايزاك هيلعب دايما في الابطال وهتلاقي ويلسون بيلعب في الدوري، لا خالص. انت افترض مثلا ان ويلسون لعب الماتش الجاي في الدوري وسجل هاتريك، الماتش اللي بعده لعب في الدوري وسجل هاتريك، هل هيجي الماتش اللي بعده في الابطال وهيلعب ايزاك؟ لا، هيبقى ويلسون هو الفورمه فهيلعب ويلسون. انت عايز تاخد ريسك بين واحد منهم هو ويلسون مش ايزاك، لكن توقع ان هو في اي ماتش سهل جدا هتلاقي ويلسون دكه. نفس الكلام لالميرون وجوردون، مفيش حد عندهم هتلاقيه ثابت على طول الفتره الجايه. الدفاع بقى انا شايف ان احنا ممكن نجيب بوب ومدافع كمان من عندهم، سواء كان بوتمان او شار او حتى تريبير، مع ان انا مش برشح تريبير قوي، سنه كبير هيلعب الماتشات الجايه ابطال اساسي، ممكن تلاقيه ان هو بيريحه عشان عندهم ماتشات صعبه. فانا من رايي ان حتى كمان ان بوتمان وشار ارخص من تريبير، وكمان ان هم متوقع ان هم يكونوا اساسي اكتر من تريبير الفتره الجايه. هم بداوا يشموا نفسهم شويه، واخر ماتشين ان هم قدروا يطلعوا بكلين شيت، فانت ممكن تستغل النقطه دي وممكن تجيب من عندهم الدبل في الدفاع زي ما كنا عاملين السيزون اللي فات. وانا من رايي افضل اتنين هم بوب وبوتمان. شايف ان الماتش زي ده ممكن يخلص 3-0 او حاجه لنيوكاسل. طب احنا كده خلاص خلصنا توقعات الماتشات، تعالى بقى نشوف كده فقرة الكابتنة المضمونة والكابتنة المجنونة. الكابتنة المضمونة طبعا من غير كلام رقم واحد هالاند، رقم اتنين هو الفاريز. هو بس هيكون اختيار ريسك شوية فكرة انك هتكابتن حد غير هالاند. ورقم تلاتة في الكابتنة المضمونة هو ساكا قدام توتنهام بالدفاع بتاعها وعلى ملعب الارسنال، فهتبقى اختيار الكابتنة كويس جدا برضو. الكابتنة المجنونة بقى، وركز كويس جدا في الكابتنة المجنونة عشان دايما بتجيب لنا نقط اكتر اصلا من الكابتنة المضمونة. رقم واحد ايزي او ادوارد، معاك اي حد منهم قدام فولهام كويس جدا على ملعب كريستال بالاس. لو معاك الاتنين فانا بصراحه رايح مع ايزي اكتر شويه عشان هو معاه البلينات، لكن برضو ادوارد خطير جدا في الهجوم. رقم اتنين في الكابتنه المجنونه هو هويلاند قدام برينلي. رقم تلاته في الكابتنه المجنونه هو ميدويمو قدام ايفرتون. رقم 4 في الكابتنه المجنونه هو موريس قدام وولفرهامبتون. نيجي بقى لفقره افضل 11 لعيب من وجهه نظري للجوله الجايه. الجوله اللي فاتت اللي انا اخترتهم افضل 11 لعيب من وجهه نظري للجوله اللي فاتت دي كانت جابت 36 نقطه، بس ما اتكلمتش عنها في حلقه الملخص عشان لما انا كنت بصور حلقه الملخص كان فاضل ماتش بيرني ونوتنجهام. فالتشكيله بتاعتي جابت 36 نقطه. لو تفتكر ان انا كنت بختار رامزديل في حراسه المرمى فما لعبش اساسي فنزل لي مكانه اريولا، انا كده متفوق على تشكيله الخبراء بتوع الموقع الرسمي بتاع الفانتازي، وكده 2-1 ليا في التشكيله. نيجي بقى للتشكيله بتاعت الجوله الجايه. افضل 11 لعيب من وجهه نظري للجوله الجايه، اخترت بوب في حراسه المرمى، بوتمان، ميتشل، وستوبينيان. 5 في خط النص ساكا، صلاح، مبويمو، ايزي وراشفورد. واثنين في الهجوم هالاند كابتن وادوارد. يجي بقى تشكيلتي الاساسيه الجوله الجايه. بص كده معايا صديقي عشان انا حرفيا محتار جدا. معايا ادرسون في حراسه المرمى، تشيلويل واودوجي وكاش، مبويمو وماديسون وستيرلينج وساكا وسون وهالاند. وطبعا يعني اللي انا خلاص مش طايقه هو جاكسون. عايز امشي تشيلويل، عايز امشي جاكسون، بفكر برضو ان انا امشي المهاجم التالت اللي هو ارشر، وفي اكتر من حد برضو عايز اجيبه. انا مثلا بالنسبه لي التبديل الاولويه ان انا امشي جاكسون، بس قدامي اكتر من خيار، قدامي ادوارد وقدامي هويلاند وقدامي موريس انا عايز اجيبه بس عشان عنده الماتش الجاي ولفرهامبتون والجوله اللي بعدها دبل، فانا ده ممكن استفاد اكتر منه في 3 ماتشات. لكن الفكره برضو ان لوتون ما اقدرش ان انا اعتمد عليها بالنسبه للهجومين، مش هستنى منها ان هو ينزل ينفجر وان هو يجيب لي في جولة الدبل كل مثلا ماتش جونين. رايح اكتر مع ادوارد الجولة الجاية ان انا اجيبه وامشيه الجولة اللي بعدها واجيب مكانه هويلاند. وبرده عايز امشي هنري، خلاص طبعا مصاب لحد اخر الموسم ومش هيلعب، فعايز برده اجيب حد من دفاع نيوكاسل، بوتمان او شار، ان انا استغل ان الدفاع بتاع نيوكاسل الفتره الجايه والماتشات بتاعتهم. فبفكر جدا اعمل على الاقل -4 للجوله الجايه، امشي هنري واجيب حد من دفاع نيوكاسل
ومشي جاكسون، يا اما اجيب هويلاند، يا اما اجيب ادوارد. طبعا الكابتن بتاعي في تشكيلتي من غير كلام هو هالاند. مش هنتجنن بقى زي كل مره ونقول ان احنا مش عارف ايه، هو ماتشات معينه ان احنا نكابتن حد غير هالاند، والحمد لله ربنا سترها معانا في الماتش اللي فات، وان هالاند ما سجلش قدام وست هام كان هيسجل له على الاقل سوبر هاتريك لولا الكوره اللي ضيعها دي. ودي كانت نهايه حلقتنا. اتمنى لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه، عشان ده حقيقي بيساعدنا ان احنا نكمل، وبيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. كان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقات جايه، ويسيحوا فانتسي. سلام.